يسعى الفنانين والنحاتين التشكيليين بشكل عام لإزاحة الطبقات المتعددة لمحيطهم من أجل التنقيب عن معان وأفكار قد لا تبدو واضحة للوهلة الأولى. تتيح الأعمال النحتية واللوحات مجالا لتداخل العام مع الخاص والشخصي مع الكوني، فتشير بذلك أن الحواجز والطبقات والحدود ما هي إلا مفاهيم يتم تعريفها من خلال منظور المتلقي بمعرض مساحة مختلفة. بحضور العديد من الفنانين والنحاتين التشكيليين، منهم الفنان الدكتور خالد سرور، والفنان النحات الدكتور أحمد عبد العزيز، والناقد الفني محمد كمال، والفنان الدكتور فريد فاضل، والأستاذ الفنان هاني ياسين مدير القاعة، والعديد من الفنانات وطلبة وطالبات كلية الفنون. تم افتتاح المعرض الجماعي مساحة مختلفة، وذلك بإحدى قاعات الفن التشكيلي بالقاهرة. يضم المعرض الجماعي مساحة مختلفة لوحات وأعمال نحتية وخزف ل70 فنان وفنانة تشكيلية من مختلف الأجيال، والذين استخدموا العديد من الخامات والألوان في مجال التصوير: خامات الميكس ميديا على الورق، وأكريليك والزيت على التوال، وفي النحت خامات البرونز والحديد والجرانيت الأبيض مع البرونز والبازلت، والعديد من الخامات والألوان، ومن لوحات وأعمال نحت تجريدية وتشخيصية ولوحات جرافيك. يقول الفنان والناقد محمد كمال حول معرض مساحة مختلفة: براح الهوية. تظل الهوية في مقامها الرفيع على مر الزمان عبر المستويين الفردي والجمعي، حيث يواصل الإنسان عملية البحث الدؤوب عن انتمائه، وكذلك الشعوب المختلفة التي تسعى دوما لتأكيد هويتها وملامح تفردها. وفي هذا الإطار يبقى براح الهوية ساكنا داخل ذلك المثلث المهيب المكون من الزمان والمكان ولغة المعتقد كأضلاع حاضنة للخصوصية. ويقول أيضا: أعتقد أن هذا الحيز يكون متوهجا في عالم الإبداع لمن أراد الحفاظ على طاقته الدافئة.
سعيد جدا النهارده ان انا بزور المعرض مساحات مختلفة ده. الحقيقة بيضم حوالي 70 فنان من الرواد ومن الشباب ومن أجيال كتير واتجاهات كتير في فنون التصوير والنحت والخزف والرسم. الحقيقة يعني معارض زي كده بتضم التنوع الكبير ده ما بين يعني أجيال من الفن، بتعمل ثراء في الرؤية البصرية والذوق العام، وبترضي جميع مستويات التذوق، وخصوصا فترة الصيف دي بتحب ان اهتماماتنا في الاستمتاع بالوقت ما يكونش واحد او ما يكونش استهلاكي او للمصيف او للفسح اللي هي الترفيهية، انما الاهتمام بالجانب الثقافي في الصيف ده بيبقى ذخيرة لينا طول السنة، لأن لما بتشغلنا موضوعات تذوقية زي كده بتثير فينا نوع من التفكير الجديد، المتعة الجديدة، وخصوصا بهجة اللون. التصوير بيدي بهجة بصرية بمجموعة اللون اللي موجودة للكبير والصغير الحقيقة. يعني الاندهاش البصري احنا في احتياج ليه، لأنه بيخفف من الضغوط النفسية، واحنا دي فرصة في فترة فسح بنتواجه في مجموعة كبيرة قوي من الفنانين مقدمين أنماط مختلفة في تناول اللون وتناول المساحة ما بين الإضاءة اللونية والإضاءة ما بين الأبيض والأسود، أو الألوان اللي هي ممكن تكون خافتة أو ممكن تكون زاهية. فده طبعا بيدي تنوع. يعني في ناس هنا شجعان جدا عاملين اللوحة عبارة عن لون واحد من البامبا والاسود مثلا، او نوع من التضارب اللوني داخل اللوحة. كل ده بيعمل تحريك تذوقي في النفس. واسماء كتيرة الحقيقة انا مش هقدر اعدد الاسماء، هترك ده للتصوير يعني يعمله. ولكن اللي انا بقوله فكرة اللوحة او النحت او حتى الخزف اللي بيتحاور ما بين التشخيصي والتجريدي والتحليلي والتحويلي، وحتى في حاجات هنا سريالية او في حاجات هنا تركيبية تجميعية. فكرة تأمل اللوحة او تأمل التمثال من ناحية التكوين والتركيب بتدي نوع من الإيقاع أو التناغم ما بين الإنسان اللي بيشاهد وما بين بنائية اللوحة. فده بيعمل نوع من المتعة المشاركة، بنقول عليها التفاعلية البصرية أو التفاعلية الذهنية. وإحنا كلنا محتاجين التدريب ده العقلي والنفسي والشعوري، زيها زي الرياضة. يعني إحنا ما نسيبش نفسنا في تذوقنا للتذوق أو المشاهدة العادية. كل ما احنا بنتدرب، لان اللوحه لما بتلقى علينا او التمثال لما بيلقى علينا واحنا بنواجهه بنقع، هو بيجبرنا على اننا نقع في معادله في التذوق احنا محتاجينها. في لوحات الفنان التشكيلي ثروة البحر اهتمامه بمفهوم الزمن، لا يلتزم بالأسلوب المفرد، لأنه يستخدم كل الوسائل اللازمة للتعبير عن نفسه. يستكشف الفنان العديد من الوسائل والأساليب المختلفة، حيث استخدم البحر والصور الفرعونية والمومياوات والأهرامات في لوحاته وفنه، وتجمعات باستخدام الرمزية المصرية القديمة والحديثة، والتي تربط بين الماضي والحاضر وتشير نحو المستقبل.
الشخصيات التي يرسمها الفنان الدكتور خالد سرور إلى رسوم الأطفال، بل تتخذ من رسوم الأطفال مرجعا لها في نسقها وطريقة بنائها وعفوية العلاقات بين العناصر المرسومة. هي شخصيات طفولية تستطيع بسهولة التعرف على ملامحها وقسمات وجوهها، فالعيون تختصر عادة في نقاط سوداء أو دوائر مفتوحة يحددها خط قاتم وسميك وتفاصيل المساحات الملونة. في لوحات الفنانة جاذبية سر ثنائية الإدراك بين الحسي والعقلي قريبة إلى التصور، حين نرى خطوطها المنحدرة العواطف، وقد انفصلت في الإرادة الواعية واتسعت مع التخيلي في رسومها ولوحاتها. لا نعثر على ذلك التفريق بين اللوني أو الخطي، أو بين الكثيف والأثير، أو بين المكاني واللحظي، أو بين الشخصاني والشكلي. احنا في احتياج لمثل هذا النوع من المعارض، وما يبقاش في قاعة واحدة. لا، ده انا بفكر ان يتعمل مهرجان عن طريق التلفزيون يدعو الى ان يبقوا في 5 قاعات فاتحين في كل محافظة، يبقى في معرض زي كده، بحيث ان احنا يبقى تيار جمالي موجود مع الناس في فترة الصيف. ما يبقاش بس ورش، لا، فترة التذوق الصيفي دي مهمة، بنشحن نفسينا لفترة العمل في الشتاء، وبتشغلنا موضوعات جديدة حسب بقى رأي الفنانين اللي في وسطنا. الفنانين، اللوحة أو التمثال عبارة عن رأي فنان في الحياة. احنا محتاجين نعمل ده، وبالزخم وبالبرامج الناجحة اللي هي زي البرنامج ده اللي أنا بتشرف إن أنا بتكلم فيه. فدي دعوة إن احنا نكسر من العروض المجمعة في فترة الصيف، ويبقى في زي زخم تذوقي مش تدريبي ولا ما فيهوش أي حاجة غير المتعة الجمالية للنفس. الحقيقة عمل المعارض المجمعة ما بين مجموعة من الأجيال اللي هي الرواد والشباب والمبتدئين من الجنسين طبعا، ده بيدي نوع من التعرف على التدرج في النضج عند الفنانين. يعني الفنانين الرواد بتبقى الفكرة بتاعتهم والأسلوب بتاعهم والنهج بتاعهم حصل له نوع من الإنضاج. يعني أنا أول ما بشوف العمل، إذا كان تصوير أو نحت أو سيراميك أو خزف، ده بيبقى فيه تجربة ناضجة. بالنسبة للشباب يعني ده مش هينتقص منه، إنما إحنا بنتابع بعد كده درجة النضج ودرجة الطرح ودرجة الإثمار اللي هي بتشوف مشواره الفني. يعني المعارض اللي زي كده إحنا بنتتبع فيها مجموعة الشباب أو الأجيال، وهنشوف هيقدم لنا إيه. فإحنا بنربط ما بين كل الإنتاج وبعضه. أما الرواد فبيبقى أنا شايف إن ده كان مبتدي من زمان، ودي ثمرة النضج بتاعه، وخاصة الفنانين الكبار الرواد الموجودين في العرض.
وعن الفكرة التي يتضمنها العمل تقول الفنانة الدكتورة أماني فوزي: ينتمي العمل إلى النحت الخزفي ويجسد ملامح فتاة يضم ذراعها سمكة، وتطويع تلك العناصر جاء ليوضح العلاقة بين الفتاة وعنصر السمك الذي يرمز إلى كل ما تتحمله الفتاة منذ نعومة أظافرها. هذه العلاقة دلالة على أن المرأة هي الملاذ الآمن لمن حولها. يقدم لنا النحات الفنان واصف عنان مجموعة نحت جديدة مكونة من 3 قطع بعنوان تناسخ، تشبه مجموعته مشهد من الطقوس المصرية القديمة، ويضاعف هذا الشعور انعكاس الضوء على مادة البازلت الصلبة التي تداعبها زميله بحرفية نادرة. أعيننا تتجول فوق الأسطح السوداء الناعمة لنكتشف عناصر العمل الفني أمامنا. فن النحت من الفنون القديمة، ويعد أحد أنواع الفنون التشكيلية، ويرتكز على إنشاء مجسمات ثلاثية الأبعاد، ففي الأصل كان النقش والتشكيل، ويمارس هذا الفن على الصخور والمعادن والخشب والعديد من المواد. ويعد فن النحت أحد جوانب الإبداع الفني في الحضارات القديمة باختلاف أشكالها في الحضارات الفرعونية والرومانية واليونانية. الحقيقة أنا يعني سعيد بمشاركتي بتمثال من البرونز مع المجموعة الهائلة دي من الفنانين الرواد والشباب، وخاصة النحاتين والأعمال الخزف. النحاتين طبعا على رأسهم أستاذنا حمدي جبر من الإسكندرية، مدرسة الإسكندرية، وفي الأستاذ الدكتور عبد العزيز صعب، وفي محمد اللبان، وفي محمد مندور طبعا، وعلي مصطفى من مدرسة الإسكندرية، والحقيقة محمد الفيومي برضو. كل دي يعني مناهج في رؤية التشكيل النحتي مهمة، ومفيش حد شبه التاني، كلنا زي ما نكون جايين من بلاد بعيدة عن بعض. وده مهم جدا ان كل واحد عايش الحالة الإبداعية بتاعته بمنتهى الصدق، بدليل ان احنا شايفين ما بين الشكل الممتلئ عند محمد الفيومي الى عند اسحاق دانيال الشكل الرفيع، الشكل الشعبي عند حمدي بكر، عند واصف هنا التركيبية السريالية اللي موجودة، في عندنا محمد اللبان وعلي مصطفى
بيتعاملوا مع وجود الكتلة في الفراغ والحاجات اللي بتحملها والحاجات اللي هي الرمزية اللي بتعبر عنها. والحقيقة عندي أنا في المنهج بتاعي بشوف حالة نيزكية أو فضائية في العمل وبربطه بالواقع الإنساني اللي موجود، وبحط ده مع ده في حالة تجريدية تحويلية تعمل الميوزك فورم أو التناغم اللي بيتردد داخل النفس والحياة والبيئة والأحداث والطموحات بتاعتنا المستقبلية. لأن لو احنا انقطعنا عن رؤية المستقبل وقبعنا في الواقع مفيش جديد بيضاف. فلا بد ان هي المعادلة تكون مركبة. ده اللي انا بقدمه في التمثال بتاعي ما بين المدارات وما بين الفعل الانفعالي اللي موجود في الفورم والباور والطاقة اللي موجودة فيه والبنائية الجديدة اللي موجودة فيه. كل عمل نحتي لو ما فيهوش قانون بنائي بيسقط ويترهل وما يبقاش موجود. فطرح الفكرة بالزخم بتاعها لازم عايز المعنى يساوي المبنى. لو الاثنين واحد فيهم اختل التمثال بيتفسخ ويبقى ضعيف. أما إذا كان النحات وراء البناء العمل الفني بشكل منهجي إنه يساوي ما بين البنائي والمعنوي أو الموضوعي أو المستقبلي أو المشاهدة البصرية المتزنة للعمل، هنا العمل بيقوم وبيبقى متماسك وبيطرح القضية بتاعته بنجاح. يهتم الفنانون النحاتون بعناصر الفراغ والكتلة والحجم والخط والحركة والضوء والظل والملمس واللون، وهي نفس العناصر التي يهتم بها الفنانون في لوحات التصوير التشكيلي، ويعملون على إيجاد الشعور بها على مسطحات ذات بعدين هما الطول والعرض. ويقصد الفنان بالكتلة حجم العمل في الفراغ ووزنه، أما الحجم فيقصد به الفراغ الذي يشغله العمل، والخط يعني أطراف قطعة النحت. ربما يكون هذا العرض هو النموذج الأمثل لنحت مصطلح الهوية بكل تجلياته التاريخية والجغرافية والعقائدية عبر تنوعات تشكيلية مختارة بعناية ووعي كبيرين، حاملة سمات التفرد والخصوصية من أجل تشييد تلك السمات الإبداعية التي لا تخطئها العيون واللافدة داخل براح الهوية ومعرض مساحة مختلفة.